احلى البيوت واجمل البيوت اللي ممكن تشوفوها في الزمالك. بس شوفوا عامل ازاي. فيلم البيه البواب اتصور هنا 1942. هنا عاشت الممثله سعاد حسني. عشان تعرفوا ان ده كان البيت الحقيقي بتاع اسماعيل ياسين، لان هو حافظ اسمه مكتوب هنا كده اسماعيل ياسين. عمارة ليبون دي كان ساكن فيها ليلى مراد وشريهان لسه ساكنه فيها لحد دلوقتي. كل ما انت ماشي في الزمالك تحس ان انت ماشي في متحف، بس متحف مفتوح. دي عمارة عبد الحليم حافظ. او المدخل ده اتصور فيه مشهد من فيلم اسماعيليه رايح جاي بتاع محمد هنيدي ومحمد فؤاد، كانوا قاعدين على مدخل العماره هنا. عز الدين ذو الفقار ومحمود المليجي. علوية جميل. كالعاده انتوا عارفين ممنوع التصوير في الزمالك او في اي مكان. ليه الزمالك اسمها الزمالك؟ اسمه برج الجزيره. المدخل بتاعه من هنا تحس ان انت داخل على قصر او داخل على مكان كبير جدا. ده المبنى او البيلدينج اللي اتصور فيه ده. على فكره المكان ده مشهور قوي، هتلاقي 4 أو 5 شقق موجودين في نفس الدور، طويله بشكل مش طبيعي. كل ما امشي من الزمالك بشوف نفس العربيه دي. عايز اقول لكم ان فؤاد المهندس، اسماعيل ياسين، وشاعر فاروق شوشه كله في نفس الشارع.